واش الدراري واش البنات، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم ريدوكس جيمز، واليوم رجعت لكم بفيديو جديد. هذا الفيديو هذا كيف ما قريتو في العنوان وفي المينياتور ديال هذا الفيديو، واحد البلباله طاريه دابا في السوشيال ميديا في النيت ديال فري فاير. واحد خونا تيك توكر اللي حيتو كبر مني، عنده شي كدا و30 عام. خونا كيدير فيديوهات على فري فاير، كيدير لايفات على فري فاير، ولكن خونا درامي كيدير الدراما ديالو بصح. غادي نعرفوا هادشي كامل في هاد لا فيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب، بلا ما نطول لكم في المقدمه بزاف. ليتس جو. المهم الاخوان، لقيت واحد الفيديو ديال حسونه قال لك حققت لي حلمه، وطن داخل الشراكه. كيضحك عليه هاد حسونه على كيضحك عليه، قال لي دخلت وطن الشراكه. كنت مرقه حسونه شويه، كنت مرقه صح. بركه من الكليك بيت ديال المينياتور، بركه من الكليك بيت. اوكي ندخلوا نشوف اش قال. تكونوا بخير. اليوم يا اخوان ما راح يكون في عنا جيم بلاي ولا راح نلبس السماعه مثل ما شايفين، لانه اليوم راح نطلع ونحكي بموضوع بصراحه انا اسف على الكلمه بس انصرعت فيه. هي اول مره بطلع وبحكي عن كيفاش موضوع انصرعت صارت فيه؟ ما فهمتش انصرعت فيه. خو كملوا من عندكم. احكي فيه لانه هو صار مثل قضيه راي عام ولازم حسوني يتدخل، يعني ضروري. القصه باختصار يا جماعه انه في تيك توكر عنده 800,000 اسمه وطن وجيشه. هذا التيك توكر بيقدم محتوى الريفايف، يعني بيدخل جيم يا جماعه بيلعب ريفايف لسكواده وبيعلم الناس كيف تلعب ريفايف، وتقريبا هو اللي اخترع الريفايف على حسب كلامه. المهم يا جماعه هذا الشخص كان يحاول يدخل على الشراكه عن طريق المسابقه، ولكن كان بكل مره ينرفض وما زال ينرفض. فباخر مره رفض فيها طلع وسب على الشراكه وسب على كل حدا داخل الشراكه، وحتى يمكن سب علي انا كمان لانه انا داخل الشراكه. على كل حال الله يسامحه. بعد ما سب وعمل عمايله كلها طلع واعتذر وقال انه هو تاب واستغفر ربه وما عاد يعيدها، وطلب من الناس اللي سبها انهم يسامحوا. وانا عن نفسي يا جماعه مسامحه، ويمكن اعتقد الشركه كمان مسامحه. علاش كتسب؟ مني سبيتي علاش بديتي كتلحت ليهم وتقول لهم سمحوا لي؟ صافي سبيتيهم، ما تحشر، ما تدسرهمش. نفس هنا صاحبي، ما تدسرهمش. تقول لهم لا اعتذر ولا ما نعتذر، انا عاد كلامي وباقي عاد كلامي، وما باغاش ندخل هاد الشراكه كاع وسالينا. علاش صاحبي كتبقى تلحس صاحبي؟ اخوان غندير ورجع واحد الفوا دو باش ما نطولوش الفيديو بزاف. رفض. فهي قصه هذا الشخص يا جماعه باختصار، وانا اليوم رح اعطي رايي وما رح انحاز لحدا، لا يا جماعه لوطن لانه هو ابن بلدي، ولا لصالح لاني انا داخل بالشراكه وقابلته شخصيا وصاحبي، لا لا يا جماعه ما له دخل ابدا. اليوم رايي الشخصي رح ينحكى وقارينا هذا بسحبي مني الباب يا ولدي. ايه ايه، واش كتقول؟ قلت يا ودي انا ما منحاز لا لصالح ولا لهذا الوطن، وكتقول شك عندك تحيدي لي البانر تبارك صاحبي. ما كنت تقولها بالضحك، ما خصكش تقولها. قصه الشراكه تقريبا انا صار لي سنين داخل بها الشراكه، واليوم عن جد رح احكي لكم شو الشراكه عباره عن شو والاسرار تبعتها. حسونا كان صغير صاحبي، باقي عاقل فيه، كان صغير دريس باقي صغير، بغي يكبر صاحبي. شو شفت لما رحت على مقر جارينا، واليوم يا اخوان رح تعرفوا اسرار الشركه كلها. اوكي، اولا اذا انت كنت صانع محتوى او مشهور، الشراكه هي وسيله لتساعدك بتقديم المحتوى وليس المحتوى بالكامل. بمعنى انه الشخص بيقدر يقدم محتوى سواء كان بشراكه او بدون، وحتى المتابعين يلي بدهم هذا المشهور يدخل الشراكه ما راح يستفادوا كثير. ليه يا جماعه؟ لانه على سبيل المثال انا شخص يا اخوان عندي اكثر من 5 مليون متابع، وحتى لو احسب يعني المنصات التواصل كلها عندي اكثر من 5 مليون، عندي يمكن 6 7 مليون. 6 7 مليون متابع بيوصلني عليهم اكواد تقريبا 100 ل 120 كود، واحيانا بيوصل اقل. فلو حسبنا نسبه انه الناس بالله عليكم الدراري، يوتيوبر عنده 5 المليون ابوني في القناه ديالو، كيبروموطي لعبه فري فاير فابور بيليكي، كتعطيه 120 كود، هو عنده 5 المليون ديال المتابعين. حنا نقولوا الفيديو كيضرب ليه 300,000 400,000 500,000، لو معايا 120 كود غيفرقهم على 120 شخص، الاخرين ما ياخذوا حتى شي وزه. زيد عليها الجواهر، الجواهر كتعطي واحد حنا نقولوا واحد 100,000 جوهره، 200,000 جوهره. هذيك كتبقى داخل الجيم، يعني فقط في الجيم، يعني في جواهر في الجيم، غيبقاو في الجيم. ما كتخلصوا على فيديوهات فلوس. باش الشخصيه علاش ما علاش دخل وخرج من الشراكه؟ الشخصيه كان دخل وخرج من الشراكه، ولكن كيمود انا باغي فلوس، انا ما باغيش الجواهر. اش غندير بالجواهر اصاحبي؟ قال لهم الله يعاون الله يعاون، صافي يخرج من الشراكه. تعطي فلوس، ما تعطيش جواهر. الجواهر تعطيني، عطيني فلوس، انا باغي فلوس ما باغيش جواهر. تربح من هي الاكواد. حرفيا انت ممكن تحط هيك خط صفار بعدين فاصله واحد، يعني الناس اللي رح يفوزوا بالاكواد من متابعيني هن نسبه نسبة ضئيله ضئيلة. جدا. فالشراكه من ناحيه المسابقات هي بصراحه ما بتعطيك شيء، بالاخص اذا انت تيك توكر يا وطن. يعني انت حرفيا على عدد المشتركين اللي عندك ممكن رح تاخذ 20 ولا 30 الف جوهره، لانه ما بيعرف يا جماعه الخير ترى الشراكه هي مستويات. يعني اذا انت كنت يوتيوبر رح تاخذ اكثر من تيك توكر، واذا انت كنت تيك توكر رح تاخذ على حسب مشاهداتك الشهريه وعلى حسب متابعينك. فانت يا وطن عندك 800,000 مشاهداتك بصراحه حلوه بالاخص اخر فتره، يعني تاخذ لك 6 اكواد، يمكن 7 اكواد بتوزعهم على اصحابك، والجواهر يمكن تاخذ لك 20,000. يعني حرفيا شيء لا يذكر. فاذا بوجه رساله لوطن من هذا الفيديو بوجه له انك يا وطن انت بصراحه بالغت كثير، يعني انت مثل ما بقولوا اعطيت الموضوع اكبر من حجمه مهما كان. حتى لو الشراكه بتوزع فلوس، كل حتى شي لو باغي الشراكه يرفس، كل شي كيرفس، كل شي كيرفس، كل شي مني بدات الدراما كل شي بدا كيرفس، ومنهم انا بطبيعه الحال.
بتعطينا سيارات، ما هي مستاهل انك انت تعمل محتواك وتخلي الناس كلها تحكي عليك وتستعطفك وتحط موسيقى بالفيديو وتعمل انه انا شخص المظلوم بس بسبب شراكه. يعني حتى لو الشراكه عم تظلمك، يعني حتى لو الشركه هلا تطلع بيان وتحكي نحن ما بدنا وطن بالشراكه، خلاص ما بدهم اياك يا عمي، ما بدهم اياك، خلاص انت شوف مستقبلك. فانا برايي يا جماعه انه ما بصير الانسان يوصل لهالمرحله بسبب شراكه ولا بسبب لعبه ولا بسبب جواهر، لانه بالنهايه يا جماعه الخير عزه النفس والكرامه هي فوق اي شيء. مثل ما بقول اخوان المتنبي: يا عزه النفس كوني في العلا قمرا فالعيش دونك مثل الغصن المالا. والله يا جماعه ثلاث شي ضحك. ملي كدير الدراما وكتخلق الدراما صاحبي كتخلي بزاف ديال الناس يهضروا. انت في الاول صاحبي ما ديرش هاد الدراما صاحبي، انت ما ديرش هادشي وتخلي الدراري كبار وصغار صاحبي يهضروا عليك. ترى بنتي صغير، بنتي ضعيفة السي وطن، بنتي ضعيف. بس الامانه يا جماعه وطن عم يلعبها صح، يعني هو كميه الارقام اللي جايبها اخر فتره بسبب المظلوميه هي بينحسد عليها بصراحه. بس اخوان الرجولة صاحبي رفس هاد القضية هادي، من شاف الدعم بدا كينزلها صاحبي، بدا ينزل على الفيديوهات. شاف الدعم بزاف كاين لهاد اللعيبات. عم ينزل تحت يا الله على نفس الموضوع له فتره. شوفوا شو صاحبي كلشي كيهضر على نفس الموضوع. تقريبا ناشر يمكن 70 فيديو، والله فيهم 70 فيديو عن نفس الموضوع، حتى في فيديوهات يا جماعه فيها قران وعم يبكي فيها. بصراحه هذا الشيء اوفر، يعني حتى هو بيعرف انه هو اوفر ولكن هو مكمل، يعني الموضوع فيه مشاهدات بالاخر. رايي الشخصي يا اخوان انه الشركه هي حره، يعني بالاخير هي يا اخوان تعرف مصلحتها اكثر مني ومنك. الشركة ما عمرها تكون عادلة معك، والشركة مني شافت بزاف ديال الناس كيتلاهفوا على الشراكة وباغيين يدخلوا الشراكة، طلعتني في السما قالت لكم اجيو لعندي اللي بغيت ندخلكم الشراكه، ودي سير تقودي نتو الشراكه ديالك وسير تقودي نتو هذيك الاكواد وهذوك الجواهر. انا بغيت ندخل بعزه نفسي، نتوما تجيو عندي وانتوما تطلبوا تربوا باش ندخل، اما باش نمشي عند الشركه ونقول لهم دخلوني بالربي ما تسمعوها من عندي. ومن وطن ومن اليوتيوبرز، لانه اسمها شركه، يعني شركه يا جماعه الخير ما فيها لا واحد ولا اثنين، فيها الاف الموظفين. هدول الالاف كل واحد يا جماعه مخه يتقدم، يعني عن جد مخه يا اخوان كثير كبير وبيفكر كثير، فاكيد ما راح يعني يتركوا وطن اذا هن من مصلحته انه يدخل، اكيد كان دخلوه. يعني لو وطن يا جماعه من مصلحه الشركه انه يدخل كان دخلوه، بس هن حرين بالاخير يا جماعه، يعني هن لعبتهم وشراكتهم وجواهرهم واكوادهم وما حدا له علاقه. يوم من الايام انا تقريبا صرت مثل الوطن، اوكي مو مثله بالاعمال هي، لا صرت انه انا علقت برا الشراكه لفتره طويله وبعثت رساله للشركه واضحه كثير عن جد، قلت لهم وقتها انه انا بدي اعرف رح ارجع للشراكه ولا لا، عشان انا اشوف مستقبلي. يعني انا بعثت لهم رساله باختصار: انا بدي ارجع للشراكه ولا لا، اعطوني الزبده، لانه انا يا جماعه بعد ما طلعوني من الشراكه طولت تقريبا لمده طويله بدون شراكه ولا اكواد، فانا بصراحه ضايقني الموضوع. قلت لهم بدكم ترجعوني ولا لا، اعطوني الزبده. يعني قالوا بدنا نرجعك ولكن موضوعك معقد شوي، اصبر شوي. فانا صبرت يا جماعه الخير والاخير اخذت الشراكه. فانا رسالتي لوطن: شوف يا وطن، انت شخص يعني انشهرت قبل الشراكه، اوكي، وصار عندك جمهور قبل الشراكه والله وجمهورك دراري فري فاير هاد بدات كطلع لي في راسي، اقسم بالله ما عرفتش ولكن بدات كطلع لي في راسي هاد فري فاير. شي نهار غندير لكم شي فيديو غنصدمكم، غنصفر الحساب ديالي، غنحذف الحساب ديالي من اللعبه نهائيا، والفيديوهات غيبقاو في الشانل، وغنقلب على شي لعبه اخرى، نلعب شي بابجي ولا شي بلو سترايك ونبقى مفوكيسي عليها. فريمون طلعت لي الدم هاد فري فاير اصاحبي. معك بعد الشراكه. فبتمنى انك انت اذا بدك تصلح من حالك تحذف الفيديوهات اللي عملتها عن جد. يعني الفيديوهات بصراحه كثير بتفشل للامانه، لان بصراحه يا جماعه بس شوف شخص بيطلع ويتظلم حتى لو كان مظلوم ما بحب يا اخي. بحس الانسان يعني لازم ما يبين ضعفه لاي حدا، ما يبين انه هو مكسور لاي حدا حتى لو كان هو فعلا مكسور، لانه بالاخير الناس رح تستلمك مسخره ورح يقولوا لك انت المظلوم وانت المظلومه ومش عارف شو، ورح يقعدوا يعني يسلموك 10 بلدي من الاخر. فبصراحه يا وطن انا بالنسبه لي لازم انت تحذف فيديوهاتك وحاجه تبعت اعتذارات، خلص الجماعه ما بدهم اياك، وكمل محتواك وشوف مستقبلك. واعتقد يا جماعه انا في شغله ما ذكرتها، انه وطن بتذكر في له فيديو من فيديوهاته بس اعتقد مو موجود، وحتى له بث انا بتذكر شفته بعيني، يعني ما حدا حكى لي، كان وقتها عم يلعب ببجي يعني، وحكى انه تركت لكم فري فاير وانا لعبت ببجي وهيك وخلص ما عاد بدي لعبتكم. انا بتذكر حكيها يعني من هالكلام. فبرايي ما في داعي احكي، انتم بتعرفوا يعني موقف قارينا من الشخص اللي بيلعب ببجي سواء سابقا او من جديد. يعني انتم شفتوا اكبر يوتيوبرز بفري فاير كانوا يلعبوا فري فاير وشهروا اللعبه، بالاخير اول ما حولوا على ببجي شركه قارينا قالت لهم باي باي وطلعتهم، ولا فرقت عندها يعني الشركه ولا فرقت عندها، لانه هذا الموضوع خط احمر يعني علاش ببجي خط دابا احمر. علاش طيب علاش ما فهمتش انايا؟ بابجي مقروصه منها فري فاير، ما عرفتش انا هاد فري فاير مقروصه من بابجي، ما فهمتش علاش زعما كاين فري فاير مقروصه من بابجي. فريمون بابجي راه ما مسوقاش الفري فاير اصلا، هي كتخدم خدمتها وغادي. صوروا معايا علي عمر جا واحد العقد انه يخدم مع شركه يدير اشهار لعبه بابجي، انه كان مأزم. مشى عند الشركه قال لهم اودي راه جاني واحد كدا راه غادي ندير، قالوا لي لا. مشى عند الشركه هي الاولى ديال الفري فاير قال لهم اودي راه اعطوني فلوس ندير لكم اشهار راني مأزم وكذا، ما عقلوش عليه. مشى عند بابجي لقاهم موجودين طق، سيناو مع اللعيبات صافي، عطاو فلوسو من تما خرجت علي عمر من الشراكه. اقسم بالله هاد فري فاير هادي انت غادي تجي واحد النهار اللي غطيح واحد الطيحه ما يبقى يلعب حتى واحد اصاحبي. اقسم بالله مطلعين هاد اليوتيوبرز هاد ومنهم انا طبعا مطلع اللعبه، فهمت؟
برجع بقول يا وطن الجماعه ما بدهم اياك، حاج تعمل بحالك هيك بصراحه يعني. الشراكه ما رح تقدم لك شيء ولا رح تاخر، بالعكس الشراكه هي يعني وسيله مساعده، انت بتقدر بدون المساعده وبتقدر تقدم احسن واحسن. ان شاء الله يكون كلامي اثر فيك، لانه بصراحه كلامي طالع من قلبي، يعني انا شخص طالع احكي المنطق يا وطن، واحكي الشيء الصح اللي لازم تعمله، لانه انا بالاخير مو جايني شيء من الموضوع. لو طبلت للشركه ما راح يزيدوا اكوادي ولا جواهري، ولو حكيت على الشركه ما راح ينقصوا، يعني انا ماني ربحان ولا خسران من الموضوع ابدا، بس انا طلعت احكي فيه ليش؟ مشان الناس يا جماعه تفهم وتستوعب انه الشراكه والجواهر هدول مجرد لعبه بالاخر، هن اللعبه، هن يا جماعه اللعبه راح يجي يوم ونتركها، وراح يجي يوم وتضل لعبه، ولازم الانسان يا جماعه الخير يحط له اثر منيح بهاللعبه، ما تحط لي اثر انك انت متفق معاه في هذه النقطة هذه. شخص مظلوم ولازم تاخذ الشراكه. في شغله بدي احكي فيها يا جماعه، اذا رحنا على قناه صحراوي رح نلاقي يا اخوان هذا الشخص حرفيا ماكينه فيديوهات للامانه، وصلاه النبي يا اخوان يعني ان شاء الله يا رب ما احسده، بيقدم محتوى جميع المحتويات، العاب فري فاير، وبينشر تقريبا باليوم 5 فيديوهات، 3 بالقناه الاساسيه واثنين بالقناه الثانيه، ومع ذلك لو بتلاحظوا اغلب افكاره ما لها علاقه بالشراكه. يعني مثلا في عندك مثلا البويا بس، اوكي بويا بس حقه 300 جوهر، يعني اعتقد الواحد بيقدر يجيب بويا بس. اندر شيف فري فاير الان، اوكي هذا فيديو فيه شحن، اوكي نشيل فيديوهات الشحن، يدي مكسوره، قتلتهم هيت شوت، يعني حرفيا افكار بحر خطفوني، كلها هي افكار يا اخوان ما بتحتاج انك انت تكون موجود بالشراكه عشان تعملها. هي صحراوي عم يعملها لا بجواهر ولا بالبنر ولا بالفي، يعني هو ما عم يصور الفيديو بالفي ولا الناس عم تتابعه لانه عنده في، هو عم يجتهد وعم يعمل محتوى، وفي افكار لا الامانه قارينا بتساعدك فيها، يعني مثل عندك الجواهر، السكنات، الاكواد، هدول كلهم الشركه بتساعدك فيهم، بس انه مو شيء اساسي، يعني انت ما راح تموت من غيرهم، ما راح يصير لك شيء، حياتك ما راح تصير بخطر من غيرهم. فانا هي النقطه اللي بدي اوصلها يا جماعه، انه الشراكه عن جد هي مو انه كل شيء كل شيء كل شيء، خلص الشركه يعني خلص انا دخلت شراكه يعني انا خلص ضمنت مستقبلي، لا يا جماعه لا، شركه قارينا هي بتساعدك، هي يعني وسيله للمساعده، ولكن هي مو كل شيء. اذا انت ما كنت مبدع وهذا مخك ما شغلته بالافكار وما قدمت محتوى، الشراكه مثل قلتها، يعني في كثير ناس انا بعرفهم داخلين الشراكه وعندهم علامه في، والله الناس ناسينهم، يعني حرفيا لما يدخلوا الجيم مين هذا اللي عنده في، هذا مين دخله الشراكه، هذا دخل واسطه اكيد، ترى هو بيكون يوتيوبر ومشهور وكذا، بس دخل الشراكه بعدين نام خلص ما بطل يقدم محتوى. في كثير يا جماعه من الاشكال، يعني في كثير ناس حرفيا داخلين الشراكه وعندهم اكواد وعندهم اقسم بالله للشراكة ما هي حاجة صاحبي، اقسم بالله ما هي حاجة صاحبي، ما هي حاجة الشراكة هذه بالرجولة، جواهر كيتزادوا في الكونت ديالك وصافي. انا بعض المرات فين كيعجبني شي سكين وكنشوبي يعني ناخذ داك السكينة باش فهمتي، بعض المرات ضروري خصك تاخذ واحد سكين وكذا وتصور عليه فيديو، اما انا ما نشحنش انا اصلا يعني. جواهر بيوصلهم كل شهر، يعني قارينا يا جماعه بتدعمهم كل شهر بالاكواد والجواهر، ومع ذلك بتلاقيهم بينشروا يمكن بالفيديو اسبوع، حتى احيانا ما بينشروا يعني. واخر نقطه رح اوجهها بهذا الفيديو لجمهور فري فاير، او بالاخص لجمهور اليوتيوبرز، الاثنين جمهوري او جمهور مثلا وطن، او جمهور مثلا عبود دراجونوف، لكل حدا يا جماعه الخير عندي يوتيوبر مفضل، رجاء يا جماعه لا تسبوا اهل حدا عشان شخص، سواء عشان وطن ولا علشان صحراوي ولا عشان اي حدا، لا تدخلوا يا جماعه بخناقه عشان اي حدا. ليه هيك عم احكي يا جماعه؟ لانه في كثير ناس للاسف سبت صالح وسبت الشركه وسبت المطورين وسبت الناس اللي حرفيا ما لها اي ذنب، بس مشان وطن لانه ما دخل الشراكه. بصراحه هذا الشيء يا اخوان كثير غلط وكثير عيب. لو كان الشخص اللي انت سبيته مو مسامحك يوم القيامه، راح يكون هو خصيمك، وراح تتعاقب بس عشان شو؟ عشان والله دفعت عن فلان، ولانه ما دخل الشراكه، ولانه اكواد، ولانه في يعني على شيء تافه. فرجاء يا جماعه عقليه السله كاين بطلوها، لانه الدراري الموضوع كاين، المهم هادشي اللي كان في هذا الفيديو، نتمنى يعجبكم، لايك وسبسكرايب، تلقاو في فيديو جاي، بيس.